السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بمشيئة الله معنا آيتين من سورة المؤمنون في الآية 112 والآية 113. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. في الحقيقة الآيتين دول الواحد وهو بيقراهم ممكن يلاقي أكتر من سؤال كده منطقيين ممكن يدوروا في الذهن. إن شاء الله هنجاوب عليهم من خلال القرآن الكريم. الأول هي الأسئلة؟ سؤال رقم 1: ليه ربنا عز وجل بيسألهم وهو عارف؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وهو عارف. ليه بيسألهم؟ السؤال رقم 2: هم قالوا له يوما أو بعض يوم، إزاي يقولوا له يوما أو بعض يوم وهم عاشوا سنين طويلة في الدنيا وهم بيكلموا ربنا؟ السؤال رقم 3: ليه قالوا له فاسأل العادين، ما قالولهوش أنت أعلم أو أنت تعلم، بما أنهم برضه بيكلموا ربنا؟ السؤال رقم 4: مين هم العادين أصلا؟ الملاحظ في القرآن الكريم وفي أكثر من موضع إن ربنا عز وجل لما بيسأل حد في الآخرة وبالذات لما بيكون من أصحاب النار ربنا بيسأله بغرض التوبيخ وبغرض إنه يندم ويحسره. زي ما يكون معك عيل كده كل شوية تقول له ذاكر ذاكر ذاكر، فلما بيسقط بتقول له أنا مش قلت لك ذاكر، أنا مش قلت لك اعمل كذا، عشان خاطر تندم وتحسره على اللي حصل. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام. ربنا بيقول بيقول: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وقفوا غير وقفوا، وقفوا يعني حد وقفهم، وقفوا يعني وقفوا وحديهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب هم ليه يقولوا له لبثنا يوما أو بعض يوم وهم عاشوا سنين طويلة في الدنيا؟ بصراحة الإجابة على السؤال ده مدهش جدا، وهتلاقيها في سورة الحج. ربنا عز وجل بيقول: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا هم لما شافوا اليوم أبو 1000 سنة ممكن يكونوا نسي اليوم ب 24، وممكن عايزين يقولوا ربنا ان ده كتير قوي، ده احنا ما عشناش غير يوم او بعض يوم، يعني نسيوا، فما عشناش غير قليل قوي ساعتين زمن مقارنه باليوم ابو 1000 سنه، فما نستاهلش الكلام ده كله. طيب السؤال رقم 3: ليه بيقولوا له فاسال العادين؟ ومين هم العادين اصلا؟ العادين دول يقول لك اللي هم الملائكه الموكلين بالانسان على الارض. والدليل على ذلك قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وربنا بيقول: وإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإنسان كل يوم عنده بتجيله ملائكة تاخد منه أعماله وتطلعها السماء صبح وليل. فإذا العادين دول مين؟ الملائكة اللي هم موكلين بالإنسان. طيب ليه قالوا له فاسأل العادين؟ يقول لك علشان خاطر يأكدوا له إن كلامهم مظبوط، يعني لو مش مصدقنا احنا فاسأل مين؟ فاسأل العادين. وممكن عشان خاطر ربنا عز وجل قال لهم فوق في اول الصفحه: اخسأوا فيها ولا تكلمون، لان فوق اعترفوا قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فممكن يكونوا بيطلبوا شفاعه الملائكه، يعني بما انهم متاكدين ان كلامهم مظبوط فلما الملائكه ياكدوا على كلامهم ممكن ده يشفع لهم عند ربنا، لان شفاعتهم هم خلاص ما بقتش مقبوله. وما فيش سؤال في